أظهرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. صراحة اشتباكات بين الشرطة والقوات. كي غنخلقوا المجتمع هكا عندها كتبت ما كاينش غير مخزن ديال الزهور. خوتي المغاربة، أهلا وسهلا. في هاد البلاد اللي ولات فيها المصالح الشخصية كتغلب على المصلحة العامة وعلى السيادة الوطنية، والقرارات تدار عشوائيا لا حاسب ولا رقيب، كاين واحد الملف ولا باسل بزاف. هادي 3 سنين وحنا متبعينه وكل شي هضر فيه، ولكن لا حياة لمن تنادي، بحال زعما عايشين في زمن السيبة. الملف اللي غادي نهضروا عليه هو ديال ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللي دخلت الوزارة باسم الخبرة الدولية وخرجت علينا بمسلسل ديال الكوارث والصفقات المشبوهة والقرارات اللي تطرح أكثر من علامات استفهام. قد يقول قائل أن كلامنا جاي في سياق حملة ديال التشويش والتشهير والتبخيص، وأن الوزيرة ربما هي ضحية ديال تصفية حسابات. وقد يقول قائل آخر أن هاد السيدة راها بصح أفضل مثال على العشوائية وسوء التسيير وعدم الكفاءة في الحكومة ديال البارونات وصحاب المصالح والريع. المشكلة أن ليلى بن علي اللي كيتقال عندها خبرة دولية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة غير دخلت الوزارة وهي تولي موضوع دائم ديال النقاش والاستنكار والاتهامات والقصص اللي ما كتسالاش. السيدة أول حاجة غادي ديرها هو أنها في مارس 2023 غادي تقرر تفوت الصفقة ديال التواصل لواحد الشركة فرنسوية، وهو الشيء اللي خلى الناس تشوف فيه على أنه تهديد للسيادة المعلوماتية ديال قطاع استراتيجي بحال الطاقة، وكأن الوزارة ما فيهاش قسم ديال التواصل وما فيهاش الكفاءات اللي كتصرف عليهم أموال طائلة، وكأن المغرب ما فيه الشركات ديال التواصل، خاصة أن هذا التواصل من المفروض يكون موجه للداخل والخارج. هذا الشيء طبعا خلى الناس تبدا تفكر وتقول واش كاين شي شبهات ولا غير قرارات خايبة وصافي. ولكن خاصك تعرف أن هذه راها غير البداية، حيت يلا دازت شي ايامات على هاد الشبهات ديال الصفقة متاع التواصل حتى بان عقد واحد اخر ديال 684 مليون ديال السنتيم مع شركة فرنسوية ديال الاستشارات، وهو الشيء اللي بدا كيأكد أنه كاين شي خلل في تسيير هاد خيتي الوزارة، وأن الاعتماد الكلي على الشركات الأجنبية كاين موراه شي حاجة ماشي هي هذيك، وأن هاد الطريقة في التسيير كتهمش طاقم الوزارة، وأن بن علي غادية في طريق تبذير المال العام. التواصل عند ليلى بن علي ما يمكن يكون إلا تيعبر على المستوى ديالها. في واحد الزيارة لمدينة قلميم فاش ما بغاش تعطي تصريحات للصحافة المحلية قالت لهم أنها عندها الصحافة ديالها. واش عمرنا شفنا ولا سمعنا شي مسؤول في شي بلاد تيهضر بهذه الطريقة؟ يستحيل. التفسير الوحيد لبحال هاد التصرفات هو الغباء والإحساس بالتفوق. قلميم الشريفة وجهة مهمشة بصح، والناس ديالها محتاجين الإنصاف، ولكن انت كوزيرة شنو الدور ديالك؟ من المفروض تحلي المشاكل وتسمعي للناس وتجاوبيهم، ماشي تعيقي عليهم وتجاوبيهم بالإقصاء والتعالي. وفي واقع الأمر هما اللي تيخلصوا لك الصالير والوطيلات والمازوت والامتيازات. إلا أنه يا ريت لو كان المشكل غير في التواصل والتعالي وصافي. الكارثة هي أنها في شهر يونيو 2023 بانت على السطح قضية أخرى ديال الاستيراد متاع الآلاف ديال الأطنان ديال الزبل من إسبانيا بالعلم والموافقة ديال الوزيرة بن علي، وهو الشيء اللي تيعاود نفس المشهد ديال الزبل ديال الطاليان اللي كان دخلوه للمغرب وكان هو السبب اللي خرج على وزير آخر قبل منها. كارثة بيئية وصحية خطيرة، والناس كتسول ديما فين هاد الرقابة؟ وعلاش الوزارة كتساهم في التدمير ديال البيئة والإنسان؟ اش من ربح عندنا ندخلوا الأزبال ديال العالم للمغرب، وكأن المغرب ولا مزبلة يجيو الدول يرميو فيها الأزبال ديالهم، مصيبة وصافي. وكيف قلنا من الأول ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض. في التالي ديال 2023 خرج لينا واحد السؤال في البرلمان تيفضح التبذير ديال المال العام وشبهات الفساد ديال ليلى بن علي، اللي بان من خلال الوفد ديال 823 شخص اللي دات معها المؤتمر المناخ كوب 28 في الإمارات. يلا 823 واحد، عدد خيالي. الشينوا والهند اللي عدد السكان ديالهم كيتعدى مليار في كل دولة، وما جابوش وفد فيه حتى الربع ديال هاد العدد، وما دارتها لا روسيا لا امريكا لا فرنسا لا انجليز.
واش هاد الشيء ماشي منكر؟ خاص 2 طيارات كبار باش يهزوا هاد العدد في المشي والمجي، لوطيلات والمساريات والتبارع في الريستورات، وكل شيء تيعرف مستوى الاسعار في الامارات، كل شيء على حساب الدوله وكل شيء من الجيب ديال الفقراء اللي كتعالى عليهم السيده الوزيره. الكارثه هو ان جزء كبير من الاشخاص اللي مشاو مع الوزيره في هذا الوفد ما عندهم حتى شي مهمه واضحه، يعني اللي تيعرف يصاحبه ولا صاحبته الداعي سريعه على ظهر الشعب. هذا الشيء اللي فات كله والو، المسقي هو اللي جاي في الطريق. في ماي 2024 واحد الجريده استراليه سميتها دا أستراليان فرقعات واحد الفضيحه غادي تبقى في التاريخ، من بعد ما نشرت صوره كتبان فيها الوزيره ليلى بن علي وهي معنقه رجل الاعمال الاسترالي اندرو فورس تيخرطم فيها. طبعا بحال هاد الحالات الامر ما وقفش عند البوسان والتعناق، وانما السيده عايشه حياه الدعاره بفلوس الشعب. حنا ما سوقناش في حياتها الخاصه دير الدعاره ولا تمشي للحج شغلها هذاك. المشكل هو في المصاريف ديال التنقلات والرحلات والطائرات والوطيلات فين غادي تهز رجيلاتها، شكون غادي يخلصهم؟ للاسف غادي يخلصهم الشعب الفقير اللي هي كتعالى عليه. ويا ريت ان الامر غادي يوقف غير هنا. الكارثه هو ان السي الوزيره هي عضو في مجلس الاداره ديال شركه فورتيسكو شمال افريقيا اللي هي تابعه للمجموعه ديال صحيبها فورس، وهي كذلك عضو في مجلس الاداره ديال المكتب الشريف للفوسفات. كيفاش الوزيره اللي خاصها تحمي المصلحه ديال البلاد داخله في شركات اجنبيه وفي نفس الوقت في شركه مغربيه ديال الدوله اللي هي داخله في شراكه ومشاريع وصفقات مع هاد الشركات الاجنبيه؟ واش هاد الشيء ماشي تضارب في المصالح؟ اش ضمننا ان الوزيره ما غاديش تدافع على المصالح الاجنبيه في هاد الشراكات والصفقات، خاصه اذا كانت القضيه فيها مصلحه ماديه وربما حتى عاطفيه؟ الملفات ديال ليلى بن علي ما يمكنش تسالى، لانه كاين ملف اخر تيخص مشروع نور 3 اللي هو اكبر محطه ديال الطاقه الشمسيه في المغرب بالقدره ديال 150 ميجاوات، واقف هادي اكثر من عام بسبب التسرب في الاملاح المنصهره، وهو الشيء اللي خلى الشركه المنفذه تخسر لحد الان اكثر من 51 مليون دولار. والسي الوزيره ضاربه الطم، ما كاين لا تدخل ولا بحث على شي حل ولا حتى شي اشاره كتعني ان الخبر في راسها، وهو الشيء اللي خلى المغرب غادي غير في الخسران في مجال الطاقه الشمسيه المركزه. وبن علي كتقول لك ان المغرب تينتج 45% من الكهرباء من خلال الطاقات المتجدده، وهو الشيء اللي تيعني ان المغرب غادي كيتقدم في هذا المجال. الا اننا فاش تنشوفوا التقارير الدوليه بحال مثلا التقرير ديال المنتدى الاقتصادي العالمي العام 2025 تلقاو ان المغرب تراجع للمرتبه 70 في مؤشر الانتقال الطاقي، يعني تراجعنا 5 ديال الدرجات. اذا شنو المعنى ديال التصريحات نتاع السيده الوزيره؟ اكيد معناها انها غير كتعمر علينا في السارج بين ما تسالى الولايه ديالها وتكون قضات مصالحها كما باقي اعضاء حكومه البارونات. علاش هي بالضبط اللي غادي تكون مختلفه؟ هذا الفشل في التدبير والتخبط في اتخاذ القرارات وهاد الشبهات كلها اكدها المجلس الاعلى للحسابات في التالي ديال 2024 فاش قال في التقرير ديالو ان الوزاره كتعامل ببطء وضعف التنسيق والاداء ديالها باهت، خصوصا في تحقيق اهداف الطاقه المتجدده والمشاريع المائيه اللي تاخرت بزاف. واش كتعرفوا ان الطاقات المتجدده شكلت فقط 9% من الاستهلاك الداخلي للطاقه في 2022 و22% فقط من انتاج الكهرباء سنه 2023، في الوقت اللي السيده الوزيره كتعمر علينا في السهارج. اذا اش واقع؟ الجاهزيه ديال البنيه التحتيه ضعيفه، التنظيم ماشي في المستوى، الابتكار ما كاينش، الاستثمارات والو، والحاجه الوحيده اللي كتميز بها بن علي هو التعالي والغباء. يعني هاد السيده ماشي غير عندها خلل في التسيير وصافي، وانما هي المصدر رقم 1 ديال الكوارث والخسائر في قطاع الطاقه والبيئه. علاش مازال في الوزاره؟ الله اعلم. ربما عندها عمها في العرس ولا العشيق، وربما انها مكلفه باش توقع الصفقات والمشاريع لصالح الجهات اللي عينتها في المنصب، وبالتالي خاص تبقى مادام كاين صفقات ومشاريع وتوقيعات. بصراحه هذا الملف كبير وفيه بزاف ديال التفاصيل والتشعبات ومرتبط بشبكه كبيره ديال المصالح والبارونات، وهاد بن علي عينوها وزيره وهما عارفين انها مساليه ومحدين ليها المهام بحال شي موظفه توقع الصفقات والمشاريع وصافي،
وهو الشيء اللي تيفسر علاش هي نابته في المنصب واخا كاع هاد الفشل وهاد الكوارث في التسيير ديال وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. إذا المشكل الحقيقي ماشي في السيفي واش عامر ولا خاوي، المشكل هو أولا في الجدية والمبادئ وثقافة الالتزامات والإنجازات، وثانيا في بيئة العمل والقوانين والصلاحيات والديمقراطية وفصل السلطات. وحنا في المغرب تجمعات عندنا كل المساوئ، ما كاين لا ديمقراطية ولا تكافؤ فرص ولا فصل السلطات ولا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي نفس الوقت كاين انتشار ديال ثقافة الانتهازية واستغلال الفرص وثقافة ضرب وهرب.